اتكلمنا في فيديو سابق عن أعراض وعوامل اضطراب الشخصية الحدية، واتكلمنا في فيديو تاني عن ازاي يتعايش مع الاضطراب ده، وهحط رابط الفيديوهين في الوصف. دلوقتي هنتكلم عن العلاج النفسي لاضطراب الشخصية الحدية. علاج اضطراب الشخصية الحدية غالبا بيتضمن نوع من العلاج بالكلام، والمؤسسة الوطنية لجودة الصحة والرعاية في أمريكا بتقترح أنواع العلاج دي. 1. العلاج الجدلي السلوكي. العلاج ده ظهر في الأساس لعلاج الشخصية الحدية، وبيستخدم علاج فردي وجماعي لمساعدة المريض إنه يتعلم مهارات لإدارة عواطفه. والعلاج الجدلي السلوكي بيختلف أسلوبه على حسب الممارسين له، لكن أنواع الجلسات عادة بتكون جلسات قبل العلاج، فبعض المعالجين بيحبوا يشوفوا إذا كان العلاج الجدلي مناسب لك ولا لأ، فبيعمل لك جلسات مبدئية يعرفك فيها طبيعة العلاج، وبعد كده يسيبك تقرر إذا كنت هتكمل ولا لأ. جلسات فردية عادة بتكون جلسة واحدة أسبوعيا بتستمر ما بين 45 و 60 دقيقة. جلسات جماعية، في الجلسات دي المعالج هيعلمك مهارات في مجموعة، لكن ده مش علاج جماعي، ده أقرب منه لمحاضرات، وعادة بيكون في 2 معالجين في المجموعة، والجلسات بتكون أسبوعيا والأوضة بتكون على شكل أوضة تدريب. 2. العلاج المعتمد على العقل. ده علاج حديث طويل المدى، هدفه تحسين قدرتك على التعرف على الحالات العقلية للغير، ويساعدك على فحص أفكارك عن نفسك والغير علشان تعرف إذا كانت صحيحة. والعلاج المعتمد على العقل نوع من علاجات التحليل النفسي، وفيه بتقضي أغلب الوقت تتكلم مع المعالج وتتعلم عن نفسك وعلاقاتك مع الغير أكتر من إنك تتعلم مهارات جديدة أو تعمل أنشطة محددة زي ما في العلاج الجدلي. 3. المجتمعات العلاجية. في برامج علاجية مخصوصة فيها بتشترك مع مجموعة من الأشخاص عندهم أمراض ومشكلات نفسية بيساندوا بعضهم البعض في سبيل العلاج، وأغلب المجتمعات العلاجية بتكون فيها إقامة غالبا في مكان كبير بتقضي فيه وقتك طول أو جزء من الأسبوع، وبتمارس أنشطة بتختلف عن العلاج الفردي والجماعي. 4. العلاج المعرفي السلوكي. علاج هدفه مساعدتك في فهم ازاي افكارك ومعتقداتك بتأثر على مشاعرك، وفي الجلسة العلاجية بتتعلم ازاي تستبدل انماط التفكير السلبية بانماط تانية ايجابية. 5. العلاج المعرفي التحليلي. هو خليط من العلاج المعرفي السلوكي والتركيز على العلاقات بينك وبين المعالج، وده ممكن يساعدك انك تستخدم ده في علاقاتك مع الناس ومع نفسك وتعرف ليه الانماط دي ظهرت. 6. العقاقير الطبية. مفيش دواء معين مخصوص لاضطراب الشخصية الحدية، لكن ممكن الدكتور يكتب لك دواء زي مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان علشان يساعدك في علاج بعض المشكلات اللي بتعيشها بسبب اضطراب الشخصية الحدية. حد من أصحابي أو أسرتي عنده الاضطراب ده، إزاي أساعده؟ 1. خليك صبور. إذا كان الشخص اللي بيهمك بيعاني من مشاكل في مشاعره، حاول إنك ما تدخلش في جدال معاه وتشعل الموضوع، الأحسن إنك تستنى لحد أما أنتم الاتنين تهدوا وتحلوا الموضوع سوا. 2. ما تحكمش عليه. حاول إنك تسمعه من غير ما تقوله أنت بتأفور أو أنت مش المفروض تحس كده، فسواء فهمت أو ما فهمتش هو حاسس ليه كده، فمهم إنك تعرف ده. 3. خليك هادي. إذا كان الشخص اللي يهمك عنده خبرات ومشاعر متضاربة، حاول تساعده يحس بالأمان والدعم. 4. حاول تفكره بكل صفاته الحلوة. لما يكون واحد بيهمك عنده صعوبة في تصديق أي حاجة كويسة عن نفسه، فحاجة تطمن إنه يسمع كل الحاجات الإيجابية اللي أنت شايفها فيه. 5. حط حدود واضحة. لما يكون حاسس بعدم الأمان وقلقان من إنك تسيبه، فمن يفيد إنكم أنتم الاتنين تعرفوا حدود العلاقة وإيه المتوقع من كل واحد. 6. خطط للمستقبل. لما يكون حاسس إنه كويس، اسأله إزاي ممكن تساعده في الوقت اللي يكون حاسس فيه إنه مش راضي. 7. اعرف مواقف الانفجار. كلمه واعرف المواقف أو الحوارات اللي بتظهر عنده الأفكار والمشاعر السلبية. 8. ساعده يدور على العلاج. 9. خلي بالك من نفسك. مساعدة حد في أزمة حاجة ضاغطة، خلي بالك إن صحتك النفسية مهمة برضه. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير.